وحشتوني كتير. النهارده هجرب معاكم البوفتيك في القلايه الهوائيه، وكمان هقليه في الزيت، وهنشوف مين فيهم هيطلع احلى واخد وقت قد ايه. وهقولك على احلى تتبيله لاي لحمه تعمليها في الاير فراير تطلع مستويه كويس جدا وما تكونش بتشد منك، وازاي الكفر يطلع متماسك وما يفكش منك ولا يلزق في القلايه. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديده، وهتلاقي عندي قائمه تشغيل للاير فراير. ويلا بينا نسمي الله ونبدا الفيديو. انا هعمل التتبيله في الخلاط، ممكن تعمليها في الكبه براحتك. حطيت بصلتين صغيرين وممكن بصله متوسطه، عليهم معلقه زبادي. لو ما عندكيش حطي حليب زي ما انا عملت كده. واهم حاجه في تتبيله اي لحوم معلقه الخل. معلقه الخل دي مهمه جدا عشان تخلي النسيج يطرى معاكي وما يكونش بيشد منك في اي تتبيله. انا ضربتها في الخلاط عشان عايزاها تبقى سايله جدا، وهصفيها كمان بالمصفى. وهبدا احط التوابل. الملح حسب الرغبه. انا هعمل نص كيلو بفتيك، هحط له معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، ربع معلقه صغيره من بهارات السبع، وربع معلقه صغيره من بهارات اللحمه، ورشه بابريكا، ورشه بصل باودر، ورشه توم باودر. بس كده كفايه قوي. وهقلبهم كويس. ومعايا هنا نص كيلو بفتيك جايباه من عند الجزار، مش محتاج يتدق ولا اي حاجه، هو مجهزهولي ودقه وكل حاجه. لو هو مش مجهزهولك يبقى لازم تدوقيه انتي في البيت عشان ما يشدش منك. شايفه قطعه البفتيك رفيعه ازاي وكلها مدقوقه مقاس واحد. حطيتها بقى في التتبيله وهغطيها بستريتش راب وادخلها التلاجة تبات لي تاني يوم. لكن اهم حاجه لما تطلعيها قبل ما تعملي الكفر لازم تصفيها من التتبيله خالص، ما يكونش فيها اي سوائل قبل ما تعملي الكفر عشان ما يلزقش منك في القلايه ويفك. وتاني حاجه بعد ما تعملي الكفر رصي البفتيك وحطي بينهم كيس كده ودخليه الفريزر يجمد شويه ساعه او ساعتين قبل ما تحطيه في القلايه عشان الكفر يطلع متماسك جدا. انا اختصرت خطوه الدقيق والبيض والبقسماط عشان لاحظت ان انتوا بتجروا الحته دي، مع اني بقول على حاجات مهمه جدا تخلي الحاجه تطلع ازاي مظبوطه في الاير فراير. سخنتها الاول دقيقتين على درجه حراره 200، وبعدين دهنت الشبكه زيت. ادهني بقى البفتيك بالطريقه اللي تعجبك، بالفرشه بالبخاخه قبل ما تحطيه في الاير فراير او جواها براحتك. بس اهم حاجه تدهني البفتيك كويس جدا من جهتين. لو ما دهنتيش البفتيك كويس وسبتي حتت ما عليهاش زيت هتطلع لونها ابيض وناشفه، هتحسي بطعم البقسماط مرمل كده، مش هيعجبك خالص. فزودي الزيت شويه، والزيت زياده هينزل عادي ما تقلقيش. انا هنا كنت بوريكي ان قطع البفتيك بتاعتي كبيره، وطبعا احنا عارفين ان هو بيكش، مش هقعد اعمل واحده واحده، فانا عايزه احط قطعتين مع بعض فوق بعض. فممكن استخدم الشبكه اللي قلت لكم عليها قبل كده، او ورق الزبده المخرم اللي زي ده. لو ما عندكيش ورق زبده مخرم عادي ممكن تجيبي اي ورق زبده عادي من عندك وتقصيه على مقاس الاير فراير وتخرميه بالخرامه اللي هي بتاعه الورق. المره دي انا هختار برنامج اللحوم، هو عندي مظبوط في القلايه بتاعتي على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه. بعد 10 دقائق هفتح اشوف البفتيك اخباره ايه عشان اقلبه. حسيت ان لسه الكفر بتاعه مش متماسك، ما تقلبيش البفتيك او البانيه عموما قبل ما يكون الكفر تحسي ان هو بقى متماسك معاكي عشان ما يفكش منك. دلوقتي كده عدى 12 دقيقه بالظبط، وده شكله ولونه طبعا اخد لون حلو. بس زي ما احنا متعودين في كل الفيديوز القديمه ان اي حاجه بحطها على الشبكه بتستوى اسرع وبتاخد لون اسرع من القطعه اللي بتبقى تحت. فانا هقلبهم واخليهم يكملوا الوقت عشان الاتنين يستووا بنفس الشكل وياخدوا نفس اللون. وكده بعد 18 دقيقه فتحت عليه لقيته اخد لون حلو جدا ومقرمش. انا بحبه مقرمش. لو انتي بتحبيه طري او لونه افتح من كده ممكن تخرجيه بعد 16 دقيقه بس. المهم اما تحطي البفتيك في الاير فراير ما تقلبهوش خالص الا ما تحسي ان الكفر بقى متماسك عشان ما يفكش منك. واخر كام دقيقه تابعيه لغايه ما يوصل للون اللي انت حباه وشيليه. وده الزيت الزياده كله نزل في الحله تحت، وده شكل البفتيك اللي قليته في الزيت. لو جينا نقارن بين البفتيك اللي في الاير فراير واللي مقلي في الزيت، الاتنين الكفر بتاعهم متماسك ما فكش خالص، والاتنين طعمهم حلو جدا. لكن طبعا اللي في الاير فراير اخف كتير، لكن كشكل وكلون بصراحه اللي في الزيت الشكل بتاعه اللي احنا متعودين عليه اللي بيبقى فيه التعريجه دي، واللون احلى عشان مقلي طبعا في زيت كتير. لكن عموما تجربه البفتيك في الاير فراير كانت حلوه جدا. البفتيك مستوي كويس جدا من جوه ومقرمش من بره. لو حابه يكون طري تغطيه بعد ما يطلع. واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.